السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. النهاردة معانا برفيوم نقول وسع للكبير. معانا العطر المشبوه. ليه مشبوه بقى؟ لأن من ضمن النوتة بتاعته في زهرة الكنب، ودي بتستخرج منها مادة مخدرة بتستخدم استخدام سيء غير العلاج. فعشان كده اخد الشهرة دي، حد يجي يقول لك عايز برفيوم بريحة كذا، طبعا ما اقدرش اقول اسمه إيه. البرفيوم خشبي دافئ اروماتيكي شرقي. طبعا اللي عمله مناخيره تتلفف، ولا بلاش مناخيره عشان ما يتخنقش ويموت ويلبسه لنا. ايده تتلفف حرير. البرفيوم بيبدا برائحه خضراء، بتقلب بعد كده على برفيوم رجولي ذكوري. برفيوم غامض ممزوج بالتوابل والخشب والعنبر. مناسب للشتاء والخريف. اللي عايز برفان فاخر وغني يخليه معانا النهارده. الإزازة بتاعته الأصلية بتنزل 30 مللي، لونها أسود، تشبه زجاجة الأكلادور الحريمي. إلا إن أنا شايف إن الغطا بتاع الزجاجة دي بيشبه الاسم بتاع البرفيوم نفسه، أو البلد اللي الاسم متسماه باسمه. هو عطر بلاك أفغانو. طبعا صدر عام 2016 من شركة ناسوماتو، وهو طبعا حاجة غنية وقيمة جدا. المقدمة بتاعت النوتة النهاردة: عندنا القنب والزعفران والزعتر. الوسطي معانا أخشاب الغياج والأخشاب العادية، وتبغ وقهوة وتوت وقرفة وبنفسج. الوسط بتاعه طبعا حاجة عريضة وجميلة. القاعدة بتاعته: عندنا عود وبخور وعنبر وحبوب التونكا وخشب الأرز والفانيليا وأخشاب الغياب تاني برضو مستمرة معانا هنا وهنا، والمسك وخشب الصندل. في حاجة عايز أقولها بس في الكلام. بمناسبة الكلام من هنا جت سيرتها، هي التبغ. بشوف فيديوهات دلوقتي في التركيبات، يقول لك هات لي 5 جرام مش عارف ايه وحطهم في الازازه، وقوم جاي ماسك سيجاره فاتحها واخد اللي جواه حاطه في الزيت ويعمل يقلب ويرج. عمر الموضوع ما كان كده يا جماعه. يعني هو عشان تبغ اجيب سيجاره وافضيها في البرفيوم؟ ما ينفعش. ده زيت بيطلع من الخشب بتاع التبغ ده او كده، واللي بيستخرجوا منه زيت بطريقه معينه، ويبقى زيت وبيحطوه الريحه بتاعته نسبه صغيره. مش اللي انت بتعمله ده. يعني تبغ حط تبغ في ازاي؟ يعني مثلا طب ما في برفانات فيها جلود، اروح بقى انبح معزه واجيب حته الجلده بتاعتها واحطها في البرفان؟ هو ازاي؟ لا لازم يا جماعه بلاش الاختراعات الافتكاسات الغريبه اللي بتزعل الواحد دي بجد. يعني حاجه بجد. مش عايز اتكلم. طبعا البرفيوم ده النهارده تركيزه عالي جدا، فوحانه عالي جدا. وقلنا 100 مره نادر اما نقول على حاجه فوحان عالي جدا. كده بنكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من الفيديو. بشكركم، ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير، والى ان نلتقي في الجزء الثاني. انتظروني 5 وراجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في عفريت البرفانات. يلا. طبعا الزيوت العطريه بتاعت البلاك افغانو. الاول مره هقول لك شركتين، مش شركه واحده، الاثنين جامدين فيه. بس يا جماعه المبدا بتاع البلاك افغانو هو اسود، ده الاصلي. بس عندنا في التركيبات شركه جيفودان عاليه جدا، بس البرفيوم بتاعها خشن تقيل. يعني انت لو صدرك تعبان بلاش تجيبه من جيفودان، اقول لك على الشركه الثانيه. وجيفودان لونه مش اسود، لونه اصفر. تمام. طبعا بتجيب التركيز العالي، في تركيز تاني منه بنجيب التركيز العالي بالجوفدان ده. لو عايزه قوي جدا يبقى لونه اصفر. عايز بقى قوي برضه بس ريحته ناعمه ما تخنقكش وكده، نخش على شركه لوزي. شركه لوزي نفس الجوده برضه كلها، بس برفان ناعم شويه. عايز اللون الاسمر بتاعه، عايز تخلط ده على ده، بس مش ميكس، ونفس النوع اهو، بس عشان نخلط اللون. تمام. وطبعا مع الكحول بتاعنا اللي هو 96 95 99. 99 بتحط عليه ميه 2 جرام ميه. ال 96 95 ما بتحطش عليه ميه. والمثبتات والمذيبات بتاعتنا، والتركيز بتاعنا مش لازم يبقى 34%، عشان البرفيوم ده تقيل جدا. فمن اول معاك من اول 20% حلو، 20% جميل في الاثنين. هو برفيوم غالي، خلي بالك النوعين دول في الشركتين دول اغلى حاجه. ارقام كبيره هتسمعها. بس هم احسن حاجه. التاجر النهارده اقول لك ايه، مش عارف اقول لك، بس اقول لك حاجه حلوه والله. اقول لك على حاجه ما تستغرب. من ضمن الحاجات اللي تخلي التاجر شاطر وذكي ونشيط ورشيق وحاضر وذهنه حاضر في كل حاجه: الرياضه. ممارسه الرياضه دي مهمه جدا في شغلنا. بتنقي الذهن طبعا، بتخليك عندك حضور. جسمك شكله شيك، الدوره الدمويه بتخلي وشك جميل كده مع الزهور. فالعب رياضه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير لو امكن. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.